بعد انتشار الفيديو بشكل كبير جدًا على جميع وسائل التواصل، يحصل حالة من الذعر بين المواطنين. اللي حصل إن الفيديو من أبشع الوقائع اللي ممكن إن أنت تشوفها، ومش بس كده الأجهزة الأمنية والمعنية أول ما بدأت التحريات وكانت الصدمة مين الولد ده، وإيه المخالفات اللي عملها في حقه وفي حق المجتمع قبل كده. يعني دي مش أول سابقة، لأ مش أول سابقة، ليه سابقات كتير جدًا، ومن أبشع السابقات في سابقة ليهم بتهين للأجهزة الأمنية. إيه اللي حصل؟ هنشوف التفاصيل مع بعض، فيلا بينا. أمان عليك. في الأول صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا بعد الصلاة على الحبيب المصطفى ندخل في التفاصيل وهنتكلم عن واقعة النهاردة. امبارح بالظبط ومن ساعات قليلة لحد التوقيت ده في ذعر كبير جدا بين انتشار هذا الفيديو، اللي هو ازاي لراجل مسن زي ده ان هو يقع الوقعة دي، ومين الولد بتاع الاتوبيس اللي يمنع راجل ان هو في ايده اوراق طبية جاي من مستشفى رايح مستشفى ان هو يركب اتوبيس عشان يروح بلده او يروح المكان اللي هو هيتوجه له. طبعا بعد انتشار الفيديو ناس كتير اصبحت في التعليقات بتهاجم بشكل بشع، وبتطلب الاجهزة الامنية والمعنية ان هي تتدخل، وانا اضم صوتي ليهم لانهم هم ليهم كل الشكر والتقدير ان هم فعلا اتدخلوا. ايه اللي حصل؟ الناس بدأت تقول ازاي راجل مسن زي ده ما يترحمش في السن ده، ومين الشاب ده ان هو يمنعه. هو منعه، يعني كان في الفيديو عمال يكلمه ويزعق له، عمال يقول له مش هتركب مفيش مكان، وما اداش اي اشاره لسائق الاتوبيس ان هو يقف عشان الراجل الكبير ما يقعش. هو ما اهتمش باي حاجه غير ان هو يبعد الراجل المتشبث بس الاتوبيس عن الاتوبيس عشان يمشي، ولا همه ان الراجل يقع، ولا همه ان هو يرحم كبره، ولا همه ان هو راجل جاي من المستشفى جاي من بلده وفي اسكندرية بيكشف عشان يروح لبلده تاني، ولا همه اي حاجة غير ان الراجل مش عاجبه عشان راجل كبير. ايوه زي ما سمعت. يعني ايه مش عاجبك عشان الراجل كبير؟ يعني الناس لما تكبر نرميها؟ الناس لما تكبر بدل ما نحن عليها ونعاملهم كويس ونقف جنبهم ونساندهم لان دي سنة الحياة كلنا هنكبر، قالك الراجل كبير وملناش مزاج ان انا اركبه. اللي حصل ان بعد الذعر الكبير وبعد انتشار الفيديو كانت هنا المفاجأة الأكبر. يعني كل اللي فات ده كوم، والمفاجأة الأكبر كوم. الشخص ده مش همه أي حد. إيه اللي حصل؟ إن بعد الأجهزة الأمنية والمعنية بعد ما اتدخلت الأجهزة الداخلية قدروا إن هم يشوفوا مين الشاب ده، والحمد لله توصلوا له وتوصلوا لشوية تفاصيل. عشان كده بقول لك إن ده المفاجأة الكبرى. اللي حصل إن الشاب ده له وقعة قبل كده كانت مصورها، هو اللي مصورها بنفسه. يعني تخيل، قبل كده كان في ست بنقول لك طلعت تتبلت على الأجهزة الأمنية والمعنية إن في جماعة من القوات الأمن اتهجموا عليها، وإن هم سببوا لها في ذعر، وإن هي متضايقة وطلعت إن هي تستغيث. تقول لك يعني إيه أبقى قاعدة في حالي وألاقي حد بيخبط عليا وبيضايقني وبيقلب لي البيت؟ وبعد الأجهزة الأمنية ما قبضت عليها اكتشف إن هي كانت بتعمل كده علشان الوسائل التواصل والهدف التربح وجلب المشاهدات وجلب المتابعين. اهدي نفس الواقع اللي انا لسه حكاها لك لنفس الشاب بتاع الاتوبيس اللي واقف على باب الاتوبيس. اللي حصل ان الشاب ده هو مصور فيديو الهدف منه برضو جلب المتابعين ورفع ريتش القناة بتاعته او رفع ريتش الصفحة بتاعته وهدف التربح. اللي حصل ايه؟ ان هو صور فيديو وانتشر بشكل كبير برضو على جميع وسائل التواصل، وان هو كان بيتزلج في الشارع بحذاء رياضي. والحمد لله الاجهزة الامنية والمعنية تم القبض عليه، واثناء التحقيقات عرفنا ان هو الشخص يحمل جنسية اجنبية ومقيم في المنتزه. الكارثة الكبيرة بقى ان هو الكارثة الكبيرة لما اتقبض عليه اثناء التحقيقات كان رده، قال لك لما اتقبض عليه قال له ايه الواقع اللي انت عملتها؟ انت ازاي تعمل كده وتسيء لعربية الشرطة وتسيء لنفسك؟ انت كده بتعرض حياتك للخطر وبتعرض حياة المواطنين للخطر. ممكن نقول العربية ماشية بسرعة، عربية الشرطة ماشية بسرعة، انت تقع تتصدم في اي حد من المواطنين فانت تأذيهم. فقال لك الهدف من الليلة دي كلها ان هو يجيب ريتش وان هو يجيب ارباح من الفيديو. طب ايه اشمعنى عربية الشرطة؟ قال لك ما كانش قصدي العربية اللي لقيتها قدامي، وانا كان الهدف ان انا بعرض قدراتي. ايه قدراتك في ده؟ قال لك ان انا في عربية ماشية وانا حاطط ايدي عليها وان انا ماشي في نفس السرعة بتاعتها. يعني اللي هو عارف انتوا ايام زمان لما كانت الاطفال بتقف على العربيات من ورا والعربية ماشية لحد ما توصلهم على أول شارع ويوم ما نطين، أهو ده الفكرة. هو ما كانش هينط من عليها، هو الهدف بس إن العربية ماشية وهو ماشي جنبها حاطط إيده عليها كده، واللي هو استعرض القوات الخارقة تبعه. طيب
اللي حصل إن الشاب ده طبعًا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله بعد القبض عليه هيتحاكم في القضيتين، الراجل مُسِن الأوتوبيس وهكذا انطلق اسم على الواقعة بتاعة الراجل الكبير، وكمان إن هو هيتسأل على واقعة عربية الشرطة، وإن هو كان بيتسلق في الشارع عشان زي ما أنا قُلت لكم إن هو هنا بيعمل إساءة أو بيعمل تهديد لحياته وحياة المواطنين، وكمان إن هو ينشر واقعة زي ديّة دي أبشع بكتير، يعني هتبقى قضية تالتة علشان هو ممكن يخلّي أي حد مراهق إن هو يقلده من أولاده. والحمد لله أول ما الفيديو انتشر على جميع وسائل التواصل لمُسِن الأوتوبيس، وزارة الداخلية اتدخلت على طول وقبضوا على الشاب، ودلوقتي بيتحاكم في المحاكمة. عايزين نشكرهم جدًا، شكرًا ليهم وشكرًا على إنهم بيحققوا لنا الأمن، وشكرًا على تعبهم المستمر لحد دلوقتي. أشوف رأيكم في الكومنتات وأشوف تفاعلكم. مع السلامة، في أمان الله، أشوفكم في فيديو جديد.